حياكم الله، أهلا وسهلا، أهلا بكم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم. أحببت أن أدخل مبكرا نوعا ما اليوم حتى نتأهب جميعا ويذكر بعضنا بعضا بالتنبيه والتذكير. أنا أسألكم سؤال الآن ما دمنا في وقت الإعداد. هل تلاحظون أن الصوت يخرج من هنا حينما أفعل هكذا؟ تسمعون ذبذبات الميكروفون؟ أنه المرة الماضية اتضح لي أنني كنت أتكلم بدون الميكروفون، كان الميكروفون غير مستخدم. تلاحظون هذا الشيء؟ ها أنس، قل بسم الله الرحمن الرحيم. نقرب الميكروفون منك عشان نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعون صوت أنس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، ممتاز. حياكم الله، أهلا وسهلا، أهلا بكم أجمعين. جميل، الله يفتح علينا وعليكم، الله ينور قلوبنا وقلوبكم. طيب، ما رأيكم أن نبدأ على بركة الله؟ يعني باقي تقريبا دقيقة واحدة، ننتظر قليلا حتى يدخل الباقون أم نبدأ؟ طيب، اليوم غيرنا الموعد، فربما البعض أخذ بالتغيير وسيحضر أيضا متأخرا عن الوقت الذي حددناه، فننتظر قليلا حتى تكون الساعة 8:45. طيب، أبشر يا محمد، ننتظر. نرحب بكم أجمعين، جزاكم الله خير. الإخوة والأخوات الذين حضروا مبكرا، بسام يونس، وإن هذا العلم دين، عبد الرحمن أحمد، وروح، ولينا عدنان، وزكريا، وإبراهيم، وشريف المحائلي، ولميا الزين، وفوزية، وأم محمد، وأم الحسنين، وما شاء الله تبارك الله ليلى، وصبيحة، ورهف، ومها، ويعقوب، وأم محمد، كريمان عتيبي. ما شاء الله تبارك الله، مجموعة طيبة ما شاء الله. وبعدين الأسماء هذه مكررة، بمعنى ما شاء الله تبارك الله لا يتغيبون، ونتوقع أنهم يعني حصلوا من علم الشيخ الكثير بسبب الحضور والمتابعة. وسبحان الله، اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها فائدة، أظن هكذا. وإنما السيل اجتماع النقط، فالإنسان مع الاستمرار تجتمع معه هذه النقاط حتى يتكون منه شخصية طالب علم، ثم يعني شيخ، ثم بعد ذلك يصبح عالم. سبب ذلك بعد الإخلاص الاستمرار والمتابعة، ما شاء الله تبارك الله. وهكذا سيما طلبة العلم الحريصين، المتابعة. الإنسان لا يصبح طالب علم بمجرد أنه هوى ورغب أن يكون طالب علم، لكن لو استمر يفتح الله عليه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستمرار. آمنة، ومها الشهراني، وملاك، ولقمان، ومجموعة والله، بسام، وMSA. طيب، أخونا محمد أهلا وسهلا بك، وأخونا أحمد أهلا وسهلا بك، أحمد بن سعد أهلا وسهلا بك، وأيضا مجموعة ما شاء الله تبارك الله. إذا نبدأ على بركة الله، نفتتح هذه الجلسة، أن
تعليقات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة المباركة، ونحن نتدارس سورة النور، هذه السورة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وقلوبكم بكتابه. وقد كنا أخذنا في الدرس السابق قصة حديث الإفك. إذا أردنا أن نشير إلى الحديث المروي في الصحيحين وغيره نقول حديث الإفك، وإذا أردنا أن نشير إلى الحادثة نقول حادثة الإفك، وهي حادثة أو حديث عظيم جدا جدا فيه من الفوائد والعبر ما لم نستطع أن نلم حتى بالقليل منه في الدرس السابق، وقد أطلنا عليكم، لكن يعني كان الأمر يستدعي ذلك. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سنتناول نحن وإياكم الآيات الواردة في هذا الشأن، وننتقل إن شاء الله تعالى اليوم معكم إلى المصحف. طبعا كل واحد معاه مصحف، إخواننا الذين في البيوت كل واحد معاه مصحف حتى لا ننشغل بالجوالات عن القراءة من المصحف. وهذه وصيتي دائما، يعني أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني، أن تكون المصاحف دائما هي آلة القراءة من القرآن. الجوال فيه مليون يعني إشعار يشغل الإنسان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التركيز مع كتابه. طيب أنس تقرأ؟ طيب قرب الميكروفون وقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا الوقف يعني لا يحسن بك، يعني المعنى لا يكتمل إلا إذا وصلت. ولولا اشبكها بلمسكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. حسبك. الله يفتح عليك يا أنس.
في درس هذا اليوم يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. تلاحظون أيها الأحبة أن هذه الآية بدأها الله جل وعلا بكلمة إن، وهذه ماذا نستفيد حينما تبدأ الكلمة بإن؟ إن هذه وش نقول عنها؟ طلابنا الذين هم عن بعد، إن هذه وش وضعها؟ ماذا يقول أم محمد؟ تقول إن للتوكيد، إن حرف توكيد. طيب إن الذين، إذن هذه جملة مؤكدة بإن، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. طب إن هذه إذا جاءت يكون لها اسم ويكون لها خبر. طيب تلاحظون عندنا هنا حرف الجيم، وحرف الجيم في الرسم العثماني هنا في رسم القرآن في المصحف يدل على جواز الوقوف على هذه الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، تقف هنا. وعليه معنى هذا أن الجملة اكتملت، فيها مبتدأ اسم إن وفيها خبر إن. فأين اسم إن؟ إن الذين هو اسمها. طيب أين خبرها؟ وين اكتمل المعنى؟ طبعا دائما الخبر إيش هو؟ الجزء المتم الفائدة. تقول محمد مجتهد، مجتهد خبر. طيب إن الذين جاءوا بالإفك، أين الخبر؟ أعطيه الميكروفون. عصبة، أحسنت. إن الذين جاءوا بالإفك إلى هنا ما اكتمل المعنى. إن الذين جاءوا بالإفك ما تم المعنى. عصبة منكم، فالذين جاءوا بالإفك هم إيه؟ عصبة منكم. إذن هذا من حيث اللغة، إن الذين جاءوا بالإفك. فإن حرف توكيد ونصب، الذين اسمها، وعصبة خبرها. واضح؟ طيب إن الذين جاءوا بالإفك، ما هو الإفك؟ حادثة الإفك. حادثة الإفك؟ ما هو الإفك؟ حينما نقول إفك بغض النظر عن حادثة الإفك، الآن نؤخر الكلام عن حادثة الإفك. الكذب. يا عبد الله، الكذب فقط هو الكذب. فلان يكذب وفلان أفاك، بينهم فرق ولا ما في بينهم؟ ممكن. أشنع الكذب الإفك، أشنع الكذب، أشده. طيب يقولون الإفك هو القلب الحقيقة، يعني الكذب قد يحتمل أن يكون فيه صواب وخطأ في الأمور المحتملة، ولكن يكذب الإنسان. فلو قال إنسان حضرت الدرس وهو لم يحضر، هو لم يحضر، قال حضرت الدرس، فهذا كذب أم إفك؟ كذب، لأن هناك احتمال أن يكون قد حضر، صح ولا لا؟ طيب أما لو قال إنسان صعدت إلى القمر وعدت إلى الأرض، هذا كذب أم إفك؟ هذا إفك، لأنه لا يمكن، فهو قلب يعني. طيب فالآن الذين جاءوا بالإفك، وسمي الإفك إفكا يعني من القلب، أن فيه قلب الحقائق. فعائشة رضي الله عنها طاهرة عفيفة اتهمت فجعل ما قيل فيها إفكا، ففيه قلب. لما الله جل وعلا عاقب قوم لوط قال فجعلنا عاليها سافلها، يعني قلبها، ولذلك سميت ايش؟ والمؤتفكة أهوى. هم قوم لوط لماذا سموا المؤتفكة؟ لأنها قلبت. واضح؟ فإذا الإفك فيه ايه؟ قلب للحقائق، هو ليس كذبا فقط، وإنما فيه قلب للحقائق. طيب لكن في الشريعة لو قلت حادثة الإفك أو حديث الإفك، إلى أين يذهب العقل؟ حادثة عائشة رضي الله عنها لما اتهمت بالزنا. طيب
كلمة الإفك هذه عامة، لكن الآن نحن خصصناها لما قلنا حادثة الإفك خصصناها بعائشة رضي الله عنها. ماذا يسمى هذا في اللغة العربية؟ إذا أخذت حادثة معينة وصفا أغلبيا فصار كلما سمعت الإفك يروح بالك لحادثة الإفك، ماذا يسمى هذا؟ الآن أصبح الإفك علما، يعني لقب وعلم على ما جرى لعائشة. هذا يسمى إيش؟ العلم بالغلبة. غلب استعمال الإفك في ماذا؟ في حادثة واقعة عائشة رضي الله عنها. إذا قال لك النحوي قرأت هذا في الكتاب، فماذا يعني؟ إذا وجدت في علماء النحو يقولون قرأت هذا في الكتاب، فماذا يعني؟ إذا قال الكتاب ذكر هذا في الكتاب، فما المقصود بالكتاب عند النحويين؟ شوف الآن عند النحويين إذا قلت الكتاب يروح باله أحسنت يا عبد الحميد. شوف عبد الحميد ماذا يقول؟ عبد الحميد يقول سيبويه وهو أبو النحاة ألف كتابا سماه إيه؟ سماه إيه؟ الكتاب. فإذا قلت ذكر في الكتاب وأنت من أهل النحو وقلت ما أنا ما أعرف، لمناك. أما إذا صرت لست من أهل اللغة ما نلومك، نعرفك أن هناك كتابا اسمه الكتاب. طيب لو جاء إنسان وقال لقد سكنت في المدينة، كلمة المدينة أي مدينة تسمى المدينة، لكن لو قلت المدينة وين يروح بالك؟ المدينة النبوية، صح ولا لا يا إخوان؟ إذن الإفك كلمة عامة ولكن تخصصت بالغلبة في حادثة من؟ ولذلك لما قال الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك، لا يجي أحد يقول لي أي قصة هذه، نقول له خلاص في الكتاب والسنة إذا جاءت حادثة جاءوا بالإفك فهي قصة عائشة، وجاءت هذه بإيه؟ بالغلبة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إيش معنى عصبة؟ ما معنى عصبة؟ عصبة كلمة عصبة جماعة كم عددهم؟ يا أم محمد يقولون جماعة. طيب ما شاء الله، كم عددهم؟ قيل أن العصبة من 3 إلى 10. العدد من 3 إلى 10 نسميه إيه؟ عصبة. 7 عصبة، 8 إلى 10، وقال بعضهم بل من 10 إلى 40. طيب معنى هذا أن الذين تكلموا بالإفك لم يكن واحدا وإنما كانوا مجموعة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. طيب في قوله تبارك وتعالى منكم، هاي عبد الله ميكروفون عندك، ما معنى منكم؟ خطاب لمن الآن؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يعني مجموعة منكم. لا كيف كذا؟ منكم الخطاب لمن؟ من اللي قاعد يسأل؟ أعطي أنس من الصحابة المسلمين. ما شاء الله تبارك الله، أحسنتم. المسلمين، نعم. إذن الخطاب لمن؟ للمسلمين. طيب السؤال الآن أسألك أنا الآن يا عبد الرحمن، سؤال لك يا عبد الرحمن. الآن لم نذكر في الدرس السابق أن الذي اتهم عائشة هو عبد الله بن أبي بن سلول، والذي تولى كبره والمنافقون، والله جل وعلا يقول عصبة منكم. وهل المنافق منا أيها الأحبة؟ السؤال لك يا عبد الرحمن. الله يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يا عبد الرحمن، كيف أصبح عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ومن كان هناك من المنافقين ممن تكلم في عائشة يكون منا؟ وين عبد الرحمن ما جاوب؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم،
طيب يقول تفسير ابن كثير. ها يا سلام يا سلام، جات اجابات. طيب لا نحن نريد يعني مثلا مثل محمد يقول يظهر الايمان، صح. هذا عبد الله بن ابي بن سلول وبقيه المنافقين الاسلام عملهم بايه؟ بالظاهر ولا بالباطن؟ بالظاهر. هم في الظاهر ماذا؟ منا، ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم. هم كانوا يتظاهرون ايه؟ اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، خلاص. فاذا المنافق في الظاهر ايش؟ كيف نعامله؟ نعامل معامله المسلمين، ولذلك لم يقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعاملهم معامله المسلمين. طيب اذا هم داخلون في هذا الخطاب، هم فعلا منا. طيب ولا اشكال في ان يكون عصبه منكم يعود الى الذين ايضا من الصحابه الذين تكلموا، لان ذكرنا في الدرس السابق ان هناك من الصحابه من تكلم في عرض عائشه. من يذكر لي؟ من؟ مثل من؟ هناك 3 من الصحابه تكلموا في عرض عائشه وجلدوا الحد، رجلان وامراه. هذا النسيان، لا بد ان نجري عليكم الاحكام. ممتاز ما شاء الله. شريفه تقول يا اخي شوف هذه متفائله جابتهم كلها. مصطح وحمنا وحسان رضي الله عنهم جميعا وغفر لهم. مصطح بن أثاثة وحمنا بنت جحش اخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسان بن ثابت، هؤلاء فعلا عصبة منكم 3، صح ولا لا؟ الاشكال فقط في دخول عبد الله بن ابي بن سلول ومن معهم من المنافقين، والجواب لانهم كانوا من ضمن المسلمين في الظاهر، والقرآن يتخاطب معنا بايه؟ بالظاهر. طيب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يقول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم. هذا أمر عجيب. الآن السؤال، الكلام في عائشة وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم أليس شرا؟ يلا خذ الميكروفون يا أنس عشان تجاوب على هذا السؤال. كيف الحديث عنهم عن عائشة بهذه التهمة شر، والله جل وعلا يقول لا تحسبوه شرا لكم. نهي لا تحسبوه يعني نهي. في الظاهر يعني ان التكلم في عرض مثل عرض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني شر كبير جدا، لكن لعلنا غفلت عنا التفسير في هذه الآية اللي بعدها، بل هو خير لكم. طيب فيه لا تحسبوه شرا لكم، أي نعم. كيف لا نحسبه شر؟ باعتبار ماذا لا نحسبه شر؟ لعل الله عز وجل له حكمة في هذا الموضوع، يريد أن يبين شيئا ما. ظاهره يعني يبان انه شر واعتقاد الناس وزعل الرسول وحزنه نعم على التكلم في عرضه. نعم ظاهره شر، ولكن لله يعني حكمة نعم من وراء هذا أحسنتم. يعني هو حول هذا تدندنون، هو في الأصل شر، ولذلك نهى الله جل وعلا عنه وعوقب من تكلم فيه وجعل فيه الحد، فهو شر لأنه معصية لله، وكل معصية لله فهي إيه؟ فهي شر. طيب باعتبار الحكم عليه في ذاته كعمل يا عبد الله هو شر، ولكن باعتبار مآلاته لا تحسبوه شرا لكم، باعتبار أنه وقع ووقعت معه إيه؟ وجاء معه الخير. ولا يوجد فيما يحصل من الأقدار شر محض ولا خير محض، قال العلماء إلا دخول الجنة، هذا خير محض، ودخول جهنم شر محض. تمام. المعصية في حد ذاتها إيه؟ شر، لكن قد تؤدي بالإنسان إلى أن يتوب إلى الله ويكون قريبا من الله، هذا إيه؟ خير، صح ولا لا يا إخواني؟ أي نعم. فلا تحسبوه شرا لكم باعتبار المآلات وما ظهر من نتائج، لا تحسبوه شرا لكم لأنه جاء غصبا عنكم،
ولم يكن برضاكم. تمام؟ فإذا لا تحسبوه شرا لكم. طيب، ثم قال الله جل وعلا بل هو خير لكم. ألم تكن الآية الأولى لا تحسبوه شرا لكم بمعنى بل هو خير لكم؟ ها ممكن توكيد. يا عبد الله، توكيد. والميكروفون. توكيد يعني توكيد. انه خير. نعم، بل هو خير لكم. طيب لاحظوا الآن، لاحظوا يا طلابنا الأعزاء، الله جل وعلا يقول بل هو. هذه بل ذي وش نوعها؟ من يخبرني؟ أما لو أخبرني طالب منكم بمعنى بل، ما نوع بل هنا؟ بل أنا استعرف؟ والله حاول كذا بالله. يعني بل تأكيدية ممكن أن الله عز وجل يعني زي ما ذكر عبد الله أنه يؤكد أنه خير مرة ثانية. لا، احنا بل هذه ايش نسميها؟ هذا في علم البلاغة الآن. بل ايه؟ ها، استثناء، تأكيد، كيف؟ يوسف قباني قال إضراب. يا سلام. تمام، إضراب. نعم، هذا انتقاء. يعني بل هذه أيها الأحبة تأتي إذا جاءت إما أن تبطل ما سبق أو أن تغير المسار، تأتي بمعنى جديد. ففي قوله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، هذه بل للإبطال ولا للانتقال؟ ها؟ للإبطال، لأن هم قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، هذا كلام باطل. قال الله جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون. طيب، وأحيانا تأتي للانتقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يعني لكن أحياء. طيب، يقول الله جل وعلا بل هو خير لكم. إيش هو الذي خير لنا؟ بل هو هذا وين؟ أيضا الضمير في قوله لا تحسبوه يعود إلى ماذا؟ إيش هو؟ الحادث السابق التي ذكرت. إلى الإفك. نعم. إلى الاتهام. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الإشارة إلى ما جرى من حديث الإفك. طيب، هذا يدل على ماذا؟ استنباط. الله جل وعلا يقول للمؤمنين شفتوا حادثة الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. يدل على ماذا؟ الخطاب لعموم الأمة يدخل فيهم آل أبي بكر، الرسول، عائشة والصحابة. يدل على ماذا؟ على ماذا يدل؟ ماذا يدل أن الله جل وعلا بدأ سبحانه وتعالى قصة حادثة الإفك بقوله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ استنباطات الآن. ممكن أنه في البداية أول ما يعني أشيعت هذه الفاحشة بالكلام عن عرض عائشة رضي الله عنها، أيوة، الأغلب يعني ظن أن هذا هو شر الجميع، وأن أن الموضوع هذا بيكبر، وأن التحدث في عرض عائشة شر الجميع. أيوة. فالله عز وجل يريد أن يبين أن خلف هذا الشر خير كبير سيحدث في النتائج. نعم، هو لا شك. أنت الآن شرحت الآية. نعم. أنا أريد التدبر الآن. شرح الآية واضح زي ما ذكرت. جميل. لكن ما المغزى أو ما الذي تدل عليه هذه الآية؟ ليطمئن قلبهم. طيب، هذه الآية ألا تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حزينين متأثرين زعلانين متنكدين متكدرين متضايقين، أليس كذلك؟ صحيح. كان حتى النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها لما قرأنا عليكم في الدرس السابق قصتها، قالت فبكيت حتى
حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. في أشد من كذا؟ معناته هذه الآية جاءت على لحظة والصحابة في غاية الحزن والتعب النفسي. واضح؟ جبرت الخواطر. يعني أول شيء كأنك أنت الآن دخلت إلى سجن ظلما. أول كلمة إيش بتقول له؟ ما راح تدخل في التفاصيل، راح تقول له ظهرت براءتك، انتهى الموضوع. هذه أول كلمة، صح ولا لا؟ فأنت إيش تسوي الآن؟ تمحو كل آثار النكد والحزن اللي كان عليه وتأتيه بالبشارة مباشرة. فهذه الآية جاءت لكي تطيب الجرح النفسي. كان هناك جرح نفسي عميق. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني وقفوا، توقفوا عن. وهذا من حسن الخطاب القرآني، أنك أول شيء تداوي فتزيل الظنون السيئة التي كانت لدى الصحابة. ظنون يعني إيش الظن؟ أقصد بالظن هنا النفسية المجهدة المتعبة. طيب، الله يفتح عليكم. طيب، يقول وهذه عادة القرآن، جريا على عادة القرآن في البدء بإيه؟ ذكرنا هذا كثيرا في الدرس. أنت لما تجي تاكل ذكرنا ذلك كثيرا في دروس التفسير. عبارة جميلة. التخلية قبل التحلية. نسيتم يا شباب؟ التخلية قبل التحلية. ما معنى التخلية قبل التحلية؟ يعني ما يصلح انك انت عرقان ولعبت كورة ثم اجي البسك ثوب واعطرك. ايش بتقول؟ ما يصلح. لازم اروح اول شيء اتنظف وازيل العرق وبعدين البس ثياب العيد. فاذا التخلية يعني ولذلك هنا الايات لم تأتي في عمق الحديث قبل ان تدخل في عمق الحديث في تبرئة عائشة رضي الله عنها واخذ الدروس المستفادة. اول شيء بدأت بتطهير القلوب مما كان عليها من هذا الألم. فاذا نأخذ من هذه الآية امرين اثنين. الامر الاول ان الصحابة كان حالهم الحزن، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأثرا ومتضايقا مما سمع. كل الصحابة كانوا كذلك، عدا المنافقين طبعا لا يدخلون في هذا الباب، بل كانوا مسرورين وكانوا ناقمين لأنهم يفضحوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم قال الله، ثم السبب الثاني في الآية أن التخلية قبل التحلية. سبحان الله. ثم قال الله جل وعلا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والله هذا أمر عجيب يا إخواني. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. العادة أن الإنسان له وعليه. السؤال لكم يا طلابي عن بعد، الإنسان يكون له، تقول لك المغنم وعليك، تقول للإنسان لك غنمها وعليك. اليوم شكلكم ما تغديتوا. تقول للإنسان لك غنمها وعليك وعليك غرمها. لك الحسنة وعليك السيئة. إذن التعبير القرآني يعبر بالأشياء اللي لك أنت باللام، واللي عليك السيئة يجيب حرف على. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. واضح؟ ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات. إذا تقول هذا لك وعليك. تبغى تدخل في التجارة، إذا كسبت فلك وإذا خسرت فعليك. حسنتم. طيب هنا الآن يلا طبق الآن. قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. طيب كيف الآن؟ في إشكال ولا ما في إشكال؟ على القاعدة التي ذكرناها كيف كان يتوقع أن تكون الآية؟ يلا
وفقا للشرح الذي شرحته، كيف تصير الآية هذه؟ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. هذه الآية القرآنية. لكن حسب ما شرحنا الآن أن الإنسان له الحسنات وعليه السيئات، كيف كان يتوقع أن تكون الآية؟ طبعا في غير القرآن، ولكن عشان نفهم. كل امرئ يعني غالبا كل امرئ يا سلام يا سلام، متفائل اجابتها. شوف ايش قال متفائل. شوف، على كل امرئ منهم ما اكتسب، على وليس لكل. طيب وهنا السؤال، اذا كانت الايه ما جاءت بهذا النسق فلماذا؟ التدبر تاتي بالايه وتقول هكذا كان متوقعا، فلماذا لم تاتي هكذا؟ عشان تدور على السبب. لأنه في نهاية الآية في شيء أكثر. كل من يعاقب على حسب إثمه، هذا موضوع آخر. لكل امرئ منهم ما اكتسب، لماذا أتت بلكل بدل على كل امرئ؟ يا سلام يا محمد جمال، ما شاء الله جابها محمد جمال. وينك يا محمد جمال؟ راح. شوف محمد جمال ايش يقول؟ اللام للاستحقاق. كيف يعني لام للاستحقاق؟ تقول هذا الكتاب لك، هذا المال لك، يعني انت مستحقه صاحبه. طيب وكيف؟ طيب كيف يكون المعنى؟ يعني اصبح الاثم مستحقا لهم، كانه حق لهم. وهذا ابلغ في الدلاله على لزوم العذاب. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، لزوم الاثم. يعني فكأن الآية تقول إن هذا الإثم أصبح حقا لكل واحد منهم. ومن المعلوم أن الإنسان لا يتنازل عن حقه، الأصل حقك حقك، صح ولا لا؟ فلزمهم الإثم كما يلزم الحق صاحبه. أنا فهمتها ولا ما فهمتها؟ فهمت ان لا جت للاستحقاق، لإثبات معنى الاستحقاق. فكأن هذا الحق الذي الإثم أصبح حقا لمن وقع فيه، فلا بد أن يأخذه. وفيها معنى التوكيد، يعني فيها معنى التوكيد. طيب فيها معنى التأكيد. وضحت؟ أي لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كيف ما اكتسب من الإثم؟ على حسب يعني لماذا قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم؟ نشر الشائعات يعني من غير تأكد. أيوة. يعني كل شخص على حسب ما فعله في حادثة الإفك، يا من نشر سلام. الشائعات والنية السيئة. أحسنت يا عبد الله، أحسنت يا عبد الله، ما شاء الله عليك. لكل امرئ منهم ما اكتسب، هذا عدالة القرآن. في واحد كان هو رأس الموضوع، عبد الله بن أبي بن سلول، هذا إثمه وعقابه ليس كبقية الآخرين. الجرائم الكبرى هذه يكون فيها الطاغوت الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول. هل هو في الذنب والإثم كأحد الصحابة الذين رددوا هذه العبارة؟ لا، كل سيجازى بحسب ما اقترف من الإثم. إذن هنا عدل، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. إذن فيه عدالة القرآن، وأن الله جل وعلا لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين النقيضين أو المختلفين. اثنين مختلفين ما يجمعهم الله جل وعلا. واضح؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا أبدا. كذلك في العقوبة لكل امرئ منهم وهذا فيه عدل القرآن. قال الله جل وعلا بعدها، انتبهوا، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طيب ألم تكن تكفي الآية لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم تغني عن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ لأن الذي أول شيء ما معنى الذي تولى كبره؟ الموضوع يعني عبد الله بن أبي. عبد الله، أيوه، تولى يعني صار القائد. تولى كبره، ما معنى كبره؟ إشاعته ومعظمه، تولى المهمة. وجاء في حديث عائشة الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي
أنها قالت عنه يشيعه وينميه. خبيث، كان هو يشيع، يعني يجلس في المجلس ويقول ما سمعت آخر الأخبار، في شيء جديد، ما يسكت، ما يعدي الموضوع، ما يمر عليه يوم إلا وقد فتح الموضوع. وإذا راح السوق يفتح الموضوع، وإذا جلس مع يعني أشاعه. وتعرفون أن بعض الناس أصلا هذه شغلته، ينقل الأخبار فهذا الرجل عامل هذا العمل وهو يعلم أنه حديث عن عرض رسول الله، لكن هو مبسوط لأنه يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا الرجل لم تكتفي الآية بالإشارة إلى إثمه، لأن الله جل وعلا قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فمن المعلوم أنه يدخل عبد الله بن أبي بن سلول، يدخل في هذا العموم. طب لماذا يا أنس ذكر عبد الله بن أبي بن سلول لحاله كذا، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ لماذا؟ لأنه كان هو رأس هذا الموضوع بالفعل. أحسن، لأنه كان الرأس المدبر. فهذا المجرم يعني ذكر وحده هكذا، قال الله والذي تولى كبره منهم، حتى لما جاء القرآن يعبر عنه وصفه وصفا دقيقا. والذي تولى كبره يعني معظمه، يعني هذا الحال قضية، يعني كأن الآية تقول لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لأن منهم صحابة، لكن في واحد والذي تولى كبره منهم الذي هو عبد الله بن أبي ابن سلول رضي الله عليه من الله ما يستحق. هذا رأس المنافقين. طيب، له عذاب عظيم. متى هذا العذاب العظيم؟ إذا قلنا إن الآية تعني عبد الله ابن أبي بن سلول، متى هذا العذاب العظيم؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. لماذا؟ لأن عبد الله ابن أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول لم يجلد الحد. واضح؟ فجاءت الآية هذه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، يعني عذاب الآخرة، وفيها إشارة إلى كفره وإلى أنه كافر من المنافقين. ما هو العذاب الأليم العظيم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. واضح؟ طيب، للفائدة نقول جاء في بعض ألفاظ البخاري في رواية قصة حادثة الإفك ما قد يشعر، تبي لهذه، ما قد يشعر بأن الذي تولى كبره حسان بن ثابت. قال ابن كثير وهو قول غريب، ولولا أنه جاء في البخاري ما قد يدل عليه. إيش هو؟ طبعا حسان بن ثابت طعن في عرض عائشة ظنا منه أن شيئا من يعني مثل هذا قد يقع، زلة وجلد الحد وغفر الله له، لأن الحدود إذا أصيب بها عبد في الدنيا كفرت ذنبه في الآخرة. لكن جاء في البخاري أن حسان بن ثابت دخل على عائشة رضي الله عنها وأثنى عليها وقال حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا إلى آخر ما قال. فقالت عائشة ولكنك لست كذلك، يعني أنت تثني علي، أنت ما أنت يعني كلامك ما هو مضبوط، أنت اتهمتني أصلا لما دخل. فقال لها أحد الصحابة لماذا تأذنين لهذا؟ والله جل وعلا يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت عائشة رضي الله عنها وأي عذاب من يعني أعظم من العمى، لأنه عمي في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن كثير هذه الرواية في صحيح البخاري تشعر قد تشعر بأن المراد هنا من؟ حسان، وهو قول غريب وبعيد، وقد أجمع المفسرون على أن الذي تولى كبره من؟ وهو ما يؤيده اللفظ. ليه؟ لأنه له عذاب عظيم هكذا، هذه لا ترد إلا في سياق الكفار والمنافقين، لا يمكن تنزلها على من؟
بل إن عائشة رضي الله عنها فيما بعد كانت تنهى أن يتكلم في حسان بن ثابت، وكانت تقول لقد كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره. والذي تولى، إذا من هو الذي تولى كبره منهم؟ والقول الذي يقول أنه حسان بن ثابت قول مو شاذ وغريب، يعني ما هو قول معتبر، انتبهوا، ما هو أحد التفاسير، لا، قول شاذ وغريب، وإن كانت هناك رواية قد تدل لكن لا عبرة بها. لماذا؟ لأن المفسرين أجمعوا على أنه ماذا؟ على أنه عبد الله بن أبي بن سلول. ثم قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه. ما معنى لولا إذ سمعتموه؟ ها يا إخواني، كلمة لولا إذ سمعتموه، هذا التعبير لولا. حينما يعني لا كيف حينما يا عبد الله؟ الله يهديك، حينما لولا. لو أنكم سمعتموه. بس هذا يدل على ماذا؟ يعني لما تقول لو انك جيتني يا اخي، لو انك جيتني واخذتني معاك، هذا الاسلوب يسموه اسلوب ايش؟ ما شاء الله، هذا هو اسلوب الحظ. احسنت يا روح. الحظ، ما هو الحظ؟ احبك، ارغبك. لولا اذ سمعتموه، قال العلماء فيه اسلوب حظ مشرب بعتاب. هو اسلوب حظ بس؟ لا، مشرب بعتاب. ايش هو العتاب؟ العتاب انه لما سمعوا الكلام هذا بعض المؤمنين ايش سووا؟ انقسموا، الصحابه انقسموا الى 3 اقسام. فمنهم لا من صدق وتكلم، ومنهم العكس من كذب وقال عرض رسول الله لا يمكن، ومنهم من أمسك فقط. فجاءت الآية تعاتب من أمسك ومن تكلم. لولا إذ سمعتم، إذن هو حظ مشرب بماذا؟ بعتاب وتوبيخ. كيف هذا الأمر؟ كيف تسكت؟ هذا العتاب كيف تسكت؟ هذا عرض رسول الله. وكيف تحتار؟ وكيف تشك؟ فيه عتاب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما معنى هذه الآية؟ لما سمعتوا، لو أنكم لما سمعتوا هذا الخبر، لولا إذ سمعتموه، الضمير يعود هنا إلى أين؟ إلى حديث لولا إذ سمعتم إيه؟ حديث يا شباب، لولا إذ سمعتموه، سمعتم إيش؟ ايوه خليكم كذا لا تهنقوا. لولا إذ سمعتموه يعني حديث الإفك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب قبل ما ندخل في تفسير الآية، انتم ايش رايكم في تركيبة هذه الآية؟ لولا إذ سمعتموه ظن. والله غريب الآية هذه، أنا صراحة حاسس إن تركيبة الجملة فيها نوع من يعني الاختلاف علي أنا، بس أنا ودي واحد فيكم من الطلاب يكتشف هذا الأمر حقيقة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، أبى أسوي لكم حركة عشان تفهمونها. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون. إيش هذا الأسلوب؟ إن هذا العلم دين جاوب ما شاء الله. شوف، أسلوب خطاب إلى اسم ظاهر. كيف يعني؟ وضح. قياس. لا، من يأتي حاولوا أنتم لا تنتظروا منهم. لا أتكلم من ناحية بلاغية، وسبق أننا تكلمنا عن هذا الموضوع. أحسنت يا كريمان العتيبي. التفات من إيش لإيش؟ طيب يلا ننتظرك. يلا داليا ما شاء الله تبارك الله. وين كريمان؟ يلا التفات، يلا قولي أول واحدة. ومحمد جمال عبد العزيز التفات. يلا أحد يجاوب.
التفات من ايش الى ايش؟ ها، من العام الى الخاص؟ لا، من الغيبة الى الخطاب. تفسير ابن كثير. احسنت، من الخطاب الى الغيبة. طيب الان بداية الجملة لولا إذ سمعتموه يتكلم مع مين؟ يتكلم مع المؤمنين، صح ولا لا؟ فإذا في مخاطبة الآن، الخطاب جاء كذا. بعدين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، هذا غيبة الآن. كأن الجملة لو استمرت بدون التفات ستكون لولا إذ سمعتموه ظننتم، لأنه قاعد يخاطبهم، لكنها صارت لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون. كيف؟ فإذا في هذه الآية التفاتة من إيش؟ من الخطاب إلى الغيبة، لأنه لما تقول ظن المؤمنون ما عاد صار اللي قاعد تتكلم معه هو المخاطب، كأنك تتكلم عن شخص غائب الآن، أليس كذلك؟ وهذا يسمى في علم البلاغة الالتفات، وفائدته التوكيد، عفوا التنبيه. فائدته إيه؟ إنه ينبه الإنسان. كان الخطاب مع المؤمنين فصار كان الخطاب مع شخص فأصبح مع غائب الآن أو عن غائب. طيب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. طيب، ما معنى الآية؟ لما سمعتم مثل هذا الكلام، ظن المؤمنون مباشرة بأنفسهم خيرا. إيش بأنفسهم؟ ما المقصود بأنفسهم؟ يعني هنا بأنفسهم هنا إيش؟ من يخبرني؟ شوف روعة ماذا تقول لو قستوه على أنفسكم. يعني أنس الآية تقول لو أنكم حينما سمعتم هذا الكلام قستوه على أنفسكم. لو جاء واحد وقال لك أنت عملت هذه الفاحشة، هل تتوقع أنك تعمل هذه الفاحشة؟ هل تظن في نفسك أن تقع منك هذه الفاحشة؟ طيب هل تظن أن هذه الفاحشة تقع من أختك من زوجتك؟ لا. ولذلك أبو أيوب الأنصاري ماذا كان يقول لزوجته؟ قال لها لزوجته قالت أكنت فاعلته أنت تسوي هذا الشيء؟ قالت لا والله. قال فإن والله لعائشة خير منك. يعني إذا كنت أنت ما تسوي هذا الغلط نتوقع أن هذا يقع من عائشة. فإذا ننفي الفاحشة، لو إنكم نفيتم الفاحشة ووقوع الفاحشة عن عائشة وعن صفوان ابن المعطل بالقياس، لأن صفوان شهد بدرا وهو من أهل بدر، وعائشة زوجة الرسول، فبالعدل بالقياس إذا أنت تستبعد عن نفسك هذا الفاحشة، فمن باب أولى أن تستبعده عن من؟ أيوة. وبالتالي تكون في قوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني ظننت أنا بنفسي وبزوجتي وبأولادي وببناتي أظن فيهم خيرا، فإذا من باب أولى من؟ وهذا التفسير الأول. يلا أعطوني التفسير الثاني يلا. وعلى هذا فكلمة بأنفسهم على بابها، كلمة بأنفسهم على بابها. إيش معنى على بابها؟ يعني بدون أي تأويل وبدون أي مجاز. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وبأهليهم وبزوجاتهم خيرا. طيب ما المعنى الآخر الذي يمكن أن يرد؟ يا سلام يا سلام. شوفها آمنة ايش تقول؟ شوفها منزلة الأخ لا، يعني هنا المعنى الآخر للآية ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم كأن عائشة هي نفسك. واضح؟ لا مش حطها مكانك، كأننا جسد واحد، كأننا نفس واحدة. واضح؟ وعلى هذا التفسير لا يوجد قياس،
يعني لا تقيس عائشه، لا تقول انا اذا انا ما صرت اسويه فعائشه ما تسويه. هنا في قياس الان، عائشه اولى مني في ان لا تقع في هذا. طيب، وعلى التفسير الثاني ظن المؤمنون كلهم بانفسهم، لأن عائشه من ضمن المؤمنين، وعلى هذا فندافع عن انفسنا. لما تدافع عن عائشه كانما تدافع عن نفسك، ولذلك سماهم الله جل وعلا ايه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كأن نفس واحدة. فعندنا تفسيران لهذه الآية، إما أن يكون المراد بأنفسكم على بابها، بنفسك أنت أنس، بنفسك أنت عبد الله، تظن في نفسك أنت تقول هل ممكن يقع مني أنا؟ لا. طيب إذا ما يقع مني أنا فمن باب أولى أن لا يقع، من باب قياس. هذا قياس، لما تقول أي واحد يقول من باب أولى ترى هو استخدم القياس، يسمى قياس الأولى. واضح؟ طيب، لكن لو جينا في الرأي الثاني، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم بمجتمعهم، هذا تفسير آخر الآن، ما في قياس أولى الآن. كلنا نظن في أنفسنا خيرا، أنا أظن فيك الخير، وأظن في عبد الله وفي ماهر وفي سعيد، كلنا نظن. ما أقبل كلام في أخي، لأننا كالجسد الواحد. وضحت؟ طيب، والسؤال أي التفسيرين أرجح؟ أي التفسيرين أرجح؟ هو يا إما الأول يا إما الثاني. الله يهديكم يا طلابنا، أيهما أرجح؟ الثاني. نوال عبد الرحمن. محمد الأول. أعتقد الأول. وين الشباب؟ أحمد بن سعد ومحمد بن سعد وين عادل؟ وين؟ خلاص إذا سافر الشيخ. يلا الثاني أبلغ. أيهما أرجح؟ إن هذا العلم، شوف إيش يقول، شوف إن هذا العلم دين. شوف إيش يقول، هذا طالب علم. شوف إيش يقول، إيش يقول؟ لا يتعارضان، وإنما سألت هذا السؤال لأختبر معلوماتكم يا إخواني. إذا كان التفسيران لا يتعارضان فالأولى حمل الآية عليهما، لأنه لا تعارض ما بين القول الأول والثاني، وهذا من بلاغة القرآن. تقول هناك وجهان لهذه الآية، هذا مو تعارض، ما في تعارض. لكن القول الأول اللي قبل شوي لما قلنا والذي تولى كبره منهم، هل هو حسان ولا هذا في تعارض. فلذلك قلنا هذا أصلا ما هو قول، هذا اتركوكم منه. لكن لما قلنا الآن في هذه الآية بأنفسكم، هل المعنى نفسي ولا معنى المجتمع؟ هل هذان قولان يتعارضان؟ لا. ولذلك ما الواجب علينا؟ إذا أمكن الجمع فلا نرجح بين الأقوال. صح؟ إذن الآية هذه لها معنيان، كلاهما إيه؟ صحيح. بارك الله فيكم. قال الله جل وعلا وقالوا هذا إفك مبين. شوف، قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه، هلا إذ سمعتموه، حظ وعتاب وتوبيخ. ظن المؤمنون، أول شيء تظن بنفسك، وبالقياس الأولى بعائشة. أو ظن المؤمنون بمجتمعهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. طيب، واحد فيكم يقول لي ما الفرق بين ظن وقالوا هذا إفك مبين؟ ما الفرق؟ وهل لابد من الاثنين، أو يكفي بس أن نظن بعائشة وبأمهات المؤمنين وبإخواننا المسلمين نظن بهم خيرا؟ ها يا عبد الله. يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ممكن قصدهم أن عند سماع الكثير من أن عدم
الصحة في الكلام ايوه فتقول إن إيش تدافع عن عائشة ويعني تتكلم ما تسكت بس تقول إنه هذا إفك مبين، تتكلم وتدافع عن زوجة الرسول. يعني ما يكفي انك انت تعتقد انه خطأ، صح، بس لازم تدافع. ايوه هذا الكلام. لان بعض الناس يسمع انه فلان اخوه قاعدين يتكلموا فيه ويجلس في المجلس، والله فلان فعل وترك، يقول لك انا عارف انه والله مظلوم، بس ليش ادافع؟ انا ساكت، انا معتقد انه ما هو غلطان. لا، شوف في هذا الموضوع الله ايش قال؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ولم تكتفي الايه بل وقالوا هذا افك مبين. لازم تدافع بالقول، تستخدم حاجتين: الايمان، انك انت ما تعتقد الا السلامه والشرف في من طعن، ثم تذب عن العرض بالقول وبالشعر وبالقصيده وبالمقال وبالتغريده وما الى ذلك. تدافع مو تسكت، لانك اذا سكت الباطل ايش بيسوي؟ بيغلب. لازم تدافع، والدفاع يكون بكل وسيله، بالقول، بالكتابه، بالقصيده، باي شيء. ما دام هذا باطل انا لا ارضى به. لماذا يا اخواني؟ لانك اذا سمعت هذه التهمه ولم ترد، وصارت تطرق سمعك ولم ترد، هذا الكلام اذا تكرر حتى اعتقادك سيضعف. ليه؟ لان هذه كالشبهه، اذا ما رديتها ستنتشر وستبقى كانها حقيقه. وسياتي انسان ويقول تكلمت بهذا الكلام امام ياسر ولم ينكر، مما يدل على انه صحيح. لو كان غير هو يعرفه صاحبه، صح ولا لا؟ لذلك الله جل وعلا ذكر الامرين الاثنين، صح ولا لا؟ وقالوا هذا افك مبين. لابد تقول هذا افك مبين. افك، ايش هو الافك؟ سبق الكلام عليه. مبين يعني بين واضح. كيف تتهمون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا افك ايه؟ افك مبين. ها؟ فيما معنى الحديث ايوه، انه من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. ومن ذب العرض، من ذب عن عرض اخيه في الدنيا ذب الله عنه النار يوم القيامه. وهذا من الذب عن عرض اخيك. وهذا يا اخواني نحن محتاجون له بالذات اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، لان الناس لما تاتيهم الشائعه منهم من ينكرها فقط، ومنهم من ينكرها ويدافع عن اخيه، وهو هذا الوارد عندنا هنا. والصنف الثالث والعياذ بالله هو الذي يشيعها وينشرها وفي قلبه مرض عشان الناس تتكلم عنه، عشان الناس يؤمنون بهذه الفكرة السيئة، وهذا فعل المنافقين والعياذ بالله. طيب، قال وقالوا هذا إفك مبين، ثم قال الله جل وعلا لولا جاءوا. ايش معنى لولا؟ قبل شوي ذكرناها يا شباب. لولا الحظ، يا سلام، الحظ حظ، بس حظ ولا مشرب بالعتاب والتوبيخ. هلا، لولا بمعنى هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لما اتهموا عائشة هلا جاءوا بأربعة شهداء. وكانت هذه الآيات بينها وبين الآيات السابقة سنين، يعني استقر في الإسلام حكم القذف. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة في الصفحة السابقة، هذاك حكم القذف، فاجلدوهم 80 جلدة. هنا الآية أشارت، لأن هذه ما بين النزول الآية الأولى التي في الصفحة الأولى آية حكم القذف، حد القذف، وما بين قصة عائشة سنين. فهنا أشارت الآية فقالت لولا جاءوا عليه، هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء. طيب، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا ما جاءوا بالشهداء
فأولئك هم الكاذبون ولا فأولئك عند الله هم الكاذبون؟ وما الفرق بينهما يا أنس؟ كيف؟ انتبه، موضوع خطير وتركيز. ممكن والله يعني حاول، لأنه في هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى قال فأولئك عند الله، جاءت عند الله، ما قال فأولئك هم الكاذبون. ممكن يكون الكذب الله أعلمهم اللي هم الله هو الوحيد اللي يعلم أنهم كاذبون بين الناس من دون الناس. طيب اعتقد بعد توضيح الآية أيوة. بعد نزول حد قذف المحصنات انه في شروط بحيث انك اذا تتهم شخص طيب بفعل الفاحشة طيب فاذا لم تأتي بالشهداء وان كانت حقيقة، وان كان يعني اذا حصل مثلا انك شاهدت حادثة وبس ما كان عندك شهود فتعتبر عند الله كاذب. والله عالم. انت قرأت هذا؟ فتحت جوالك قبل شوية صح؟ فتحت جوالك قبل شوية يا عبد الله. كل اسبوع تقول. احسنت، هذا الجواب ما شاء الله عليك عبد الله، احسنت. الآن عندنا شخص رأى حادثة الزنا، رآها حقيقة زنا ما يختلف فيه اثنان، خلاص، لكنه ما عنده شهود ثلاثة، وراح تكلم فبلغ الزاني أن فلان يتكلم في عرضك، فراح قال هذا يتكلم فيني، فجاء به الخليفة القاضي، تعال شفت ما شفت معك ثلاثة شهود بالإضافة إليه؟ قال ما عندي، بس والله ويعلم الله وأقسم بالله. إيش يقول له القاضي؟ أنت عند الله إيه؟ كاذب. عند الله يعني في شرع الله وفي حكم الله في الأرض، وبحسب الظاهر إحنا ما نعتبرك صادق، سنجلدك ونرد شهادتك وتعتبر من الفاسقين. لذلك إذا الإنسان رأى حقيقة الزنا ما يروح يتكلم، الشرع ما يبغاك تروح تتكلم، الشرع يريد الستر. فلو واحد راح تقامز وراح وشهد سنقول له شوف أنت قد تكون صادق بينك وبين الله، لكن الحد ستأخذ الحد. ولذلك العلماء قالوا ماذا؟ فأولئك عند الله، هذا حكم خاص لئلا يتسرع الناس في الاتهام بماذا؟ بالزنا وقذف الناس، أعراض الناس ما هي لعبة. ولهذا يقول العلماء بأن حد الزنا لم يثبت بشهادة الشهود منذ أن فجر التاريخ، من عهد الرسول إلى يوم الناس هذا ما في حد أقيم بشهادة الشهود، كل ما أقيم هو بالاعتراف. يجي شخص يقول أنا سويت ويفهموه إيش الزنا، يقول نعم أنا زنيت. واضح؟ طيب فإذا جاء إنسان صادق صالح وهو متأكد وقلبه طيب ويريد إقامة الحد ويريد التطهير، نخلي ذاك الذي فعل الفاحشة نطلق سراحه ونجيب هذا ونجلده الحد ونعتبره إيه؟ فاسقا ونرد شهادته. طيب واحد فيكم يقول كيف كذا؟ طيب نقول شوف ربنا قال فأولئك عند الله، فانتبه لا تروح تشهد على إنسان وتصرح بالزنا وأنت ليس لديك شهود. فإذا هذا الشرع اعتبره كاذبا، مع أن هناك إيه؟ احتمال أن يكون، وهذا هو سر كلمة عند الله. واضح؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون. الكاذبون لماذا قال؟ لماذا لم يقل فأولئك عند الله كاذبون؟ وإنما جاء هم الكاذبون. تأكيد؟ نعم تأكيد من أي وجه؟ بس تأكيد انه يعتبر هو الكاذب الشخص الذي اتهم الشخص الاخر بالزنا. ايوه للاستغراق، يعني كأنه لا يوجد كاذب في الدنيا الا هو، كأنه اخذ كل انواع الكذب. وهذا من البلاغه القرآنيه. البلاغه لما تبغى تدل على شيء
فأولئك عند الله هم الكاذبون وكأنه لا يوجد كاذب في الدنيا إلا هؤلاء. واضح؟ فهذا استغراق معاني الكذب، وهذا كله من أجل أن نحذر من إيه؟ من الكذب ومن الاتهامات ومن الطعن في أعراض الناس. الله جل وعلا يقول إذا لم يأتوا ب4 شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولا كاذب غيرهم، كما قال أخونا في تفسير ابن كثير. طيب، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الله جل وعلا يقول ولولا فضل الله. كلمة لولا تدل على ماذا؟ حينما تستخدم كلمة لولا، أهل العربية واللغة ماذا يقولون؟ لولا حرف إيه؟ لولا امتناع لوجود. يا سلام، شوف بيان ماذا قالت. لولا امتناع لوجود. ما معنى هذا يا أنس؟ لولا وجود الطعام لجاع العيال. يعني امتناع لوجود. لو ما كان موجود فضل الله عز وجل عليكم ايوه لجاءكم الكثير، لمسكم فيما افضتم به عذاب. طيب يقول امتناع لوجود، ما الذي امتنع الان في الايه؟ ما لي صراحه. فضل الله. انس يا انس يا انس، ركز في الايه، قدامك الايه. الان ما الذي امتنع؟ العذاب العظيم. ايوه، قول امتنع العذاب لوجود ماذا؟ فضل الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا انس. شوف ايش قال؟ قال ولولا، نحن قلنا امتناع لوجود، امتناع لمسكم لوجود الفضل، صح ولا لا؟ صحيح. وفي المثال الذي ذكرت لك لولا الطعام لجاع العيال، امتنع ماذا؟ امتنع الطعام عن. طب خلاص، لولا الطعام لجعته، يلا عشان تركز اكثر. اي يعني لو ما في طعام بتجوع. اعدتها كما هي يا انس، ضبط ها يعني امتنع الطعام عن الاطفال. كيف امتنع الطعام يا جماعه؟ ايش اللي امتنع الان؟ ايوه، امتنع الجوع لوجود الاكل الطعام. احسنت. اذا هذه كلمه دوله هي امتناع امتناع شيء لوجود شيء. في الايه امتناع ان يمسكم العذاب لوجود فضل الله، لوجود فضل الله. قال الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه. ما معنى أفضتم فيه؟ ما خضتم فيه من الكلام، لأنه الكلام لما يكثر يسمى استفاض الخبر. يقول لك إيش معنى استفاض؟ انتشر، مأخوذ من أصلا من الماء الذي يفيض. يقول لك فاض النهر، يعني طفح، صح ولا لا؟ فالآن لما صار الحالة وصلت إلى فيضان الخبر، لأنه هذا الخطاب موجه لمين؟ موجه للصحابة، لأن كما قلنا أن هناك من الصحابة من كان ستأتي الآية معنا الآن. شوفوا، قال لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه. أنا أبغى واحد فيكم شاطر يربط ما بين قوله إذ تلقونه بالآية ولولا فضل الله. ما علاقتها؟ كيف تكمله؟ وضح. هنا ذكر في الآية لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة مسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم عظيم. إذ تلقى في السابق عندما تكلمتم بألسنتكم باللي حصل، يعني تقدر تقول عطف على الآية السابقة، بحيث إنه تربط إيش اللي أفضتم فيه ذكرت في الآية التي تليها، يعني بحيث يعني فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه. أيوة، أنتم في السابق
تكلمتم بألسنتكم وقلتم بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يعني الآية الثانية وهي إذ تلقونه ماذا تكون توضح. بمنزلة ماذا؟ توضيح للآية السابقة. نعم، توضيح للآية السابقة، لأن الله جل وعلا قال لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فكأن هناك من سأل ليه العذاب العظيم؟ لأنكم تلقونه بألسنتكم من غير علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. 3 أسباب استحقت العذاب العظيم في الآية السابقة. الآية الثانية بمنزلة في يعني بالنسبة للآية الأولى هي كالمسببة، تذكر أسباب العذاب العظيم. واضح؟ الأمر الأول إذ تلقونه. ما معنى تلقونه؟ أصل التلقي هو الاستقبال، وكانوا يقول لك يتلقون المسافرين. زمان كانوا يتلقون المسافرين، يقعد مثلا في أطراف المدينة أي شخص من البادية يأتي بطعام يسمى تلقي الجلب، فاستقبلوا على طول. فإذا فيها معنى الاستقبال والتلقف والتلقين، كل هذه معاني في إذ تلقونه. شوف، إذ تلقونه أصل الكلمة إذ تتلقونه، أصل الفعل تتلقونه، لكن حذفت التاء تخفيفا، صعبة. إذ تتلقون ثقيلة، فصارت إذ تلقونه. خلاص، حذفت التاء تسهيلا. خلاص، واضح. إذ تلقونه قال بألسنتكم. هو خبر الآن صح؟ كيف نتلقاه بالألسن؟ كيف هذا غريب؟ أنت كيف تتلقى الأخبار يا أنس؟ جاوب. الأخبار بالسماع أو بالقراءة. طيب السماع، بالسماع، الأصل في التلقي السماع، صح؟ صحيح. طيب هنا شوف الآية كيف، إذ تلقونه بألسنتكم. ممكن من التلقي، تلقي الأخبار يكون بإيش يا عبد الله؟ بالأسماع، بالآذان، أليس كذلك؟ صحيح. بس ممكن طيب هنا شوف إذ تلقونه بألسنتكم. ممكن أنت تتلقى الكلام هكذا من فمك أنت يا أنس؟ لا. طيب كيف؟ هذا هو السؤال. ممكن من كثر ما يعني انتشر الخبر فصاروا يتكلمون عليه كثير. بس في النهاية كيف تتلقى الخبر أنت؟ بالسماع. طيب وجه الآية. ممكن تلقونه هنا جت أيوه، أقول ممكن تلقونه هنا جت بمعنى التلقين، أن يلقنون الناس بالألسنة، يخبرونها. طيب في النهاية بس أنت كيف تتلقى؟ تتلقى بالسمع بالسماع، ثم تلقي الكلام للآخرين. فهي أمران. أي. الموضوع فيه يعني ما ينتشر الخبر إلا إذا سمعته ثم نقلته ثم ألقيته. صحيح. تلقيته ثم ألقيته. فالآية ذكرت الغاية. الآية ذكرت الغاية. إيش معنى؟ الآية ذكرت الغاية يعني النتيجة النهائية من تلقي الأخبار إشاعتها. هذا الذي نهي عنه الصحابة، وهو يعني الخطأ الأعظم. مو فقط أنك سمعت بس، أنت سمعته ثم وقعت في الخطأ الثاني، فركزت الآية عن الغاية من تلقي هذه الأخبار، والغاية هي إلقاؤه، ويكون الإلقاء بإيه؟ باللسان. فذكرت الآية التلقي بما يؤول إليه، التلقي بالسمع والإلقاء بإيه؟ وهو الغاية. إيش معنى الغاية؟ يعني النتيجة. ولولا هذا ما انتشر، ما سمي إفك ولا شع. واضح؟ إذا إذ تلقونه، فالآية ما قالت إذ تلقونه بأسماعكم وتلقونه ما قالت، اختصرت الآية فذكرت ما يؤول إليه التلقي. واضح؟ وهو النتيجة. إذ تلقونه بألسنتكم. عبد الله عندك سؤال؟ أعطيه يلا. هل في يحتمل لها معنى آخر وهو في تلقونه بألسنتكم، إنه مو مجرد السماع بالعكس، إنه استماع وتركيز، وإنك تتناقش مع الشخص اللي يلقى لك الخبر فتخوض معه أكثر بدل ما إنك
مجرد ما تسمع انك يعني تروح في مكان اخر يعني حتى يخوضوا في حديث غيره او. طيب سياتي الجواب على هذا، وساسالك ما هو جوابك على سؤالك. طيب تمام. قال الله جل وعلا بعد إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. غريبة يعني، وتقولون بأفواهكم، لماذا ذكر الله الأفواه؟ وهل يمكن أن تقول إلا بفيك يا عبد الله؟ هل يمكن أن تقول بأذنك؟ لا. وتقولون بأفواهكم، ياسر ممكن تقول شيء بدون لسانك، بدون الفاه، بدون الفم؟ طيب لماذا جاءت الآية بالتصريح بأنه وتقولون بأفواهكم؟ دليل ممكن على أنهم ممكن هذا لو جبتها يا أنس، إذا جبتها اليوم الشباب يعشونك. ممكن يعني أن الله عز وجل ذكر أن يعني تقولونها بأفواهكم، يعني هل أنتم يعني استهترتوا الموضوع لدرجة أنكم صرتوا تتكلمون فيه؟ ايوه بس يقولوا وتقولون بافواهكم، معروف ان الانسان يقول بفيه. اي بس انه اول يعني لو الله اعلم انه فيه الظن، وفي كما ذكرت انه في بعضهم كتموا الموضوع وبعضهم خلوه في يعني في القلب وساكتين عليه. ايوه. والان انتم جيتوا تتكلمون به بافواهكم، يعني هل وصل فيه ان اخذتوا الموضوع يعني تعودتوا، او انكم يعني صار الموضوع عادي عندكم تتكلمون فيه؟ طيب فيها عشاء ولا؟ لا ما فيها عشاء والله يا انس، يعني لا فيها عشاء استحبابا بس مش وجوبا. إذ تلقون وتقولون بأفواهكم، الله جل وعلا قال بعدها ما ليس لكم به علم، يعني دليل على أن الكلام تناقلتموه دون أن تؤمنوا به وتعتقدونه، دون أن تؤمنوا به وتعتقدوه. لأن كثير من الناس ينشر الفاحشة والكلام السيء والشائعة وهو يعلم أنها كذب، يسوي تحويل للرسالة، هو يعرف أنه هذا الكلام خطأ ما يمكن يصدق، لكن يقول لك حسب ما وردني كما بلغني. تلعب على مين؟ هذا داخل في هذه الآية. وتقولون بأفواهكم، أنتم إيش يعني؟ كيف كنتم تتلقون كلام عظيم؟ تقولون بأفواهكم وأنتم تعلمون في قرارة أنفسكم أن هذا الكلام لا حجة فيه ولا دليل عليه وليس فيه أي مستمسك، لأنه قال ما ليس لكم به علم، ما في عندكم يقين، بل يقينكم على أنه ليس صحيحا. هذا فيه عتاب للمؤمنين، لأنهم كانوا يتناقلون هذا الخبر، بعض المؤمنين ذكرت لكم هذا. إذن الفائدة الأولى من قوله تبارك وتعالى بأفواهكم أن الكلام كان لا يتجاوز الفم، يعني ليس صادرا من إيه؟ من القلب، ليس عن عقيدة، وإنما شهوة نقل. وقفوا شوية هنا، هل يوجد عند الناس شهوة نقل ولا ما يوجد؟ الغالبية العظمى من الناس اليوم لديها شهوة إيه؟ نقل الأخبار. وإذا كانت الأخبار في الفضائح زاد عدد الناس اللي عندهم شهوة، لأنه يعني هذه أعراض الناس تستخف بها والعياذ بالله، وهناك شهوة وهذه الصورة أيها الأحبة، وهذه الآيات بالتحديد جاءت بتأديب المؤمنين ألا يتناقلوا هذه الأخبار وأن يكتموها وأن يدافعوا عن من قيلت فيه. لذلك الآية قالت وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. هذه الجريمة الثانية. الجريمة الأولى إيش؟ إذ تلقونه بألسنتكم، ثم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، والثالث وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثلاثة أسباب. هذه الثلاثة أسباب يا عبد الله مبررات لماذا؟ والله أنت اللي جاوب الحين. مبررات لماذا؟ أيوه أنت مركز معاه. يلا هذه الثلاثة أسباب. لحظة قبل ما أسألك، مبررات لماذا؟ مفسرات لماذا؟
سؤال لكم أيها الطلاب عن بعد، ما شاء الله. هذه الأسباب الثلاثة. يا سلام، يوسف الجزائري جاوب. يوسف الجزائري جاوب، قال لك العذاب العظيم اللي في الآية السابقة. ليش؟ فيما أفضنا فيه عذاب عظيم. إيه ليش؟ الجواب إذ تلقونه، لأنكم تلقيتموه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا إله إلا الله. لكن الله جل وعلا قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته. الله عفا. هذا كله وقع من المؤمنين يا إخواني، وقع من المؤمنين، لكن الله عفا عنهم. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لماذا يا الله؟ لماذا كان سيمسنا منك عذاب عظيم؟ إذ تلقونه بألسنتكم. وهذا يدل على أن الله مطلع على أقوالنا وأعمالنا واعتقاداتنا. هذه القضية هزت أركان المدينة، وكان الناس يتكلمون فيها صحيح مو صحيح، فجاءت الآيات بالتفصيل. تلقونه بألسنتكم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا كنتم تتساهلون فيه. هل هذا يا إخواني كل الصحابة أو بعض الصحابة؟ بعض الصحابة مع المنافقين طبعا ينطبق، أما هناك من الصحابة من أنكر ذلك إنكارا عظيما. ماذا قالت زينب بنت جحش؟ قالت أحمي سمعي وبصري هم أهلك لا نعلم عنها إلا خيرا. دافعت عن أم المؤمنين عائشة مع أنها ضرتها، هي زوجة الرسول مثلها زينب رضي الله عنها وأرضاها. لكن بعض الصحابة تلقاه بلسانه بدون ما يفكر لأنه اعتبره شيئا هينا. وهنا غضب الله جل وعلا هو من أجل عائشة رضي الله عنها ولا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الحادثة الإفك عند الله عظيمة. ما سبب أنها صارت عظيمة؟ هو الآن الجهة التي جعلت هذا عند الله عظيما ما هي؟ اتهام امرأة عفيفة بما لم تقع فيه فقط؟ لا، عرض النبي كل حادثة الإفك أيها الأحبة يعني ما نزل فيها من القرآن هي تبرئة لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم تكن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام أكان ينزل فيها القرآن كهذا؟ لا، وإنما دفاعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات في أولها وآخرها دفاع عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فراش رسول الله لو دنس لدنست الشريعة، معناته مو رسول عليه الصلاة والسلام. وفيها شرف لعائشة وتبرئة لها، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لا إله إلا الله. إذن في هذا إجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم لمكانته. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما في سورة الأحزاب. شوف أي شيء يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فيه أو في أهله ينزل القرآن. لذلك كان الصحابة يخافون من هذا الشيء. كبار الصحابة كانوا يخشون نزول آية إذا أساءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كل هذه دفاع وإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذه الآيات وحدتها وقسوتها وشدتها إنما جاءت لأن المطعون في عرضها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست أي امرأة. وإنما يشرف الإنسان بقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. طيب، قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه. لا إله إلا الله. يعني هلا إذ سمعتموه
قلتم ما يكون لنا، ما يكون لنا، لا ينبغي لنا، ما يجوز لنا على طول أن نتكلم بهذا. اسكت، ما يجوز أنك تتكلم بالكلام هذا. ثم تقول سبحانك سبحانك. سبحانك هنا كيف نفهمها؟ هل هي على بابها؟ سبحانك يعني تنزيها لك يا الله. من قال لك يا عبد الله؟ تعجب. سبحانك إما أن يكون المقصود منها التعجب، سبحانك نتعجب، هذا بهتان عظيم، فيكون معنى سبحانك في هذه الجملة ليس المراد به إيه؟ تنزيه الله. سبحان الله يعني أتعجب من هذا الكلام، أتعجب أن إنسانا يقول هذا. طيب عائشة رضي الله عنها في قصتها لما ذهبت إلى أبويها تتأكد من الخبر، قالت أو خاض الناس في ذلك؟ يعني الناس يقولوا كذا، أنا أسوي كذا، الناس يتكلموا، أيتكلم الناس بذلك؟ فقالت لها أمها أم رومان هوني عليك يا ابنتي، والله ما كانت امرأة وضيئة إلا كان لها ضرائر. هي استعجبت أصلا تعجبت أن يقول الناس هذا الكلام. واضح؟ إذن هذه كلمة سبحانك عندنا احتمال أنها تكون جاءت على معنى التعجب، ولذلك الإنسان فينا إذا تعجب يقول سبحان الله، صح ولا لا؟ من باب التعجب. طيب أو يكون المراد منها تنزيه الله على الباب الأصلي. طيب كيف يكون تنزيه الله؟ تنزه الله كيف؟ سبحانك يعني ما راح. ايوه يلا خذ هذا يا عبد الله، فكر الآن كيف المفسر سيوجه هذه الآية. سبحانك على بابها في التنزيه كيف؟ تنزيه لله عن أن يكون أحد رسل الله، يعني إن رسول الله أن تكون زوجته أو يطعن في عرضه أو تكون زوجته يعني متهمة بهذه الأفعال. يا سلام عليك، ممتاز. اليوم يا شباب تعشونه وأنا بحضر معه. طيب يعني سبحانك يعني ننزهك يا الله من أن تكون زوجة أحد رسلك وأفضل رسلك تفعل ذلك، إذ أن هذا فيه طعن أيضا استنقاص لله جل وعلا. إذ كيف يكرم النبي؟ حاشا وكلا. ثم يقع منه إيه؟ يقع من زوجته هذا المنكر العظيم. فسبحانك يعني أنزهك يا الله عما قيل في زوجة نبيك، لأن هذا لا يليق بعظمتك أن يقع هذا لأحد أو لإحدى زوجات رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون للتعجب، انتبهوا، وإما أن يكون تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من أن تكون هذه الفاحشة قد وقعت من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سبحانك هذا بهتان عظيم. كان من أول إفك 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 إفك، الآن جاء إيه؟ بهتان. إذن هذا الكذب وصف بأنه إفك، ووصف أيضا بهتان، وصف بأنه إفك مبين، ووصف بأنه إيه؟ بهتان عظيم. ما هو البهتان؟ إنه إذا كانت الكذبة كبيرة جدا اللي تخلي الناس يتحيرون، يعني يفكرون هل هي صحيحة أو لا. متى يسمى الخبر بهتانا؟ أنس هذه لو ما جبتها مشكلة دي. إذا كذبوه شيخ. كيف كذبوه؟ يعني إذا طلع هذا الشيء لم يحدث، أيوه أصبح بهتانا. وإذا واحد اغتاب واحد بس قال فيه الكلام اللي قاله. جميل. والكلام كان صحيح يعني؟ الكلام يعني مثلا إنسان فعلا
يعني فعل هذا الخطأ وجاء واحد وتكلم عليه بحق ولكن من وراء، ماذا نسمي هذا؟ غيبة. غيبة. نعم. طيب إذا قال في شيء ما سواه شو يسمى؟ بهتان. بهتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة. قيل وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال رجل أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني كلام صحيح. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا البهتان. طيب هذا الذي قيل في عائشة فيها، ومن هنا سمي إيه؟ إفك بهتان عظيم، لأنه ليس صحيحا، ولكن قال بهتان إيه؟ بهتان عظيم، لأنه في من؟ في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال الله جل وعلا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. إيش معنى يعظكم؟ يحذركم. يا الله شوف الخطاب كيف قوي، ترى هذا الخطاب موجه للصحابة، موضوع ما هو سهل. يحذركم الله أن تعودوا لمثله أبدا. تتخيل كذا ملك من ملوك الدنيا شديد جبار يقول انتبه تعيد هذه مرة ثانية، ايش معناتها؟ تاخذ الامور بجديه. فكيف بملك السماوات والارض ويخاطب الصحابه وفي عرض ام المؤمنين وعرض الرسول. يعظكم الله، يحذركم الله، ينهاكم الله ان تعودوا لمثله ابدا، يعني لأن لا تعودوا لمثله ابدا. يحذركم الله العوده لمثله ابدا. لمثله ايش؟ انكم مره ثانيه تقعوا في مثل هذا الخطأ. والموعظة إما أمر وإما نهي، وهنا إيه؟ نهي. يحذركم، ينهاكم. كلمة يعظكم ما هي الموعظة؟ قال العلماء الموعظة كل ما يؤثر في القلب بالفعل أو بالترك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. فإذا جاء الأمر ففعلته فهذا موعظة، فالأمر موعظة والنهي موعظة. خلاص؟ في هذه الآية أمر ولا نهي؟ نهي. ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إيش معناتها؟ إن كنتم مؤمنين. وهذا فيه حظ على وتخويف أن هذا الأمر مرتبط بمدى الإيمان. أما إذا كنتم غير مؤمنين فهل الموعظة تنفع؟ قال الله جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. واضح؟ إذن الآيات والنذر والتخويفات والمواعظ هذه ما تنفع إذا كان أصل الإيمان غير موجود. فإذا فيه فضيلة إيش؟ فضيلة الإيمان، وأن الإيمان إذا كان موجود في القلب فإن الإنسان يستجيب. وإذا لم يكن الإنسان إيمان فإن المواعظ إيش؟ لا تنفع. ماذا قال أولئك؟ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. والله لو تعظنا من اليوم لبكرة، لأنه ما في إيمان. لكن هنا الله جل وعلا يخاطب المؤمنين ويحذرهم ويقول إن كنتم مؤمنين، علقها بوجود الإيمان، وهذا يدل على أهمية الإيمان، وأن الإيمان هو المحرك يا عبد الله الأساسي للفعل والترك. أليس كذلك؟ أحسنت. طيب إن كنتم مؤمنين، ثم يقول ويبين الله لكم الآيات. هذه الآية ودي نربطها بأحد محاور سورة النور. ايش علاقتها ويبين الله لكم الآيات؟ ذكرنا ايش؟ يبين لكم الدلائل. يعني احنا ماذا ذكرنا في سورة ذكرنا في سورة بأول الآية. يا سلام، شوف بيان تقول بأول الآية. شوف ايش هي أول الآية؟ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. قلنا من طبيعة هذه السورة
البيان والتبيين والتفصيل، لأنها تتكلم عن أمور حساسة، عن الحدود، حد الزنا، حد القذف، عن الملاعنة إذا طعن الإنسان في عرض زوجته، عن حادثة الإفك بالتفصيل. 16 آية الله جل وعلا قال بعد هذه الآيات حقت اليوم، قال ويبين الله لكم الآيات، يعني يوضحها ولا يتركها معمات. لأن الوحي كم جلس يا إخواني؟ شهر كامل ما نزل على رسول الله، بل أكثر من شهر، 37 ليلة. طب ليش قالوا شهر؟ يا عبد الله الآن، يلا هذه عندك يا عبد الله، يلا. لماذا قالوا شهر وهي 37؟ يلا. العرب كان عندهم ما ادري ايش المصطلح الكلمه، بس انه يجمعونها لاقرب، يعني ما يعترفون بالكسور. لا يعدون الكسور. 37 يعني شهر. طب في 7 أيام؟ لا، حتى تصل كم؟ 40. يعني 10 نمشون بالشكل هذا. خلاص. فإذا جلس 37 ليلة تقريبا. تمام. ثم بين الله جل وعلا وفصلها تفصيلا، فقال ويبين الله لكم الآيات والله عليم واسع العلم بكل ما جرى، حكيم في أنه أخر الوحي وجعل هذه الحادثة تحدث لأمور يعلمها الله وأنتم لا تعلمونها. أنا عندي سؤال. لما قال الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، على أي أساس أصبحت هذه القصة خيرا للمؤمنين؟ كيف؟ يلا أعطوني، وضحوا لي أين الخير. أعطوني بعض الخيرات التي جاءت في هذه القصة. إنهم يكونون عرفوا المنافقين. الله أكبر. أولا تمييز الصف، فكشف الله المؤمنين وكشف من؟ المنافقين، ليميز الله. شوف الله يقول في سورة الأنفال ليميز الله الخبيث من الطيب. فأحد غايات القرآن وأهداف القرآن أن يتميز. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالناس عند السراء، إذا في فلوس، إذا في أمور طيبة، كلنا مؤمنون. ولكن إذا جاءت الشدة والفقر وكذا يطلع المنافق يتميز. صح ولا لا؟ طيب إذن أحد خيرات هذه القصة بل هو خير لكم أن كان فيها تمييزا، كان فيها تمييز للمنافقين عن المؤمنين. ممتاز. قال الله جل وعلا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. طيب ماشي، هذه واحدة. 2 عدم التساهل في الخوف في أعراض النفس. لا، هذه من دلالة، يعني كيف أصبحت حادثة الإفك خيرا لنا؟ هذا السؤال، وليس القصد أعطينا أي فائدة مما استفدتها اليوم. تبرئة عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها بريئة مما قيل فيها. وأجمع العلماء على أن من اتهم عائشة بعد نزول هذه الآيات في عرضها فهو كافر. أما من اتهمها قبل النزول فليس بكافر بل عاصي، يقام عليه الحد والله غفور رحيم إذا كان من المؤمنين. أما بعد التبرئة كافر لأنه مكذب للقرآن. 3 يلا. تبرئة عائشة كمان، وضع حد قبل، يعني وضع حد قبل الاتهام، يعني حد القذف، وانه الزام انه يكون في شهود. خلينا نركز في عائشة. تمام. تبرئة عائشة هذه واحدة. تبرئة عائشة كمان بالنسبة لعائشة الآن. بالنسبة لعائشة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. كيف هو خير لعائشة؟ من أي ناحية؟ برأتها. طيب ثم ماذا؟ قول الله ذكرها في كتابه
هي امراه شريفه وعظيمه. تبرئتها. ها انت قلت كون الله ذكرها في كتابه يعني ايه؟ القرآن يتلى إلى يا سلام، قرآن يتلى الى يوم القيامه، هذا مش مجرد تبرئه، هذا يمكن كانت التبرئه برؤيه تراها، هي كانت تقول هكذا: هذا هو. والله ما كنت يعني ارجو ان ينزل الله على رسوله قرانا، وانما كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، هذا كان يكفيني بس. لكن الموضوع انه نزل فيها قران، احنا في عام 1445 الان يا اخواني قاعدين نفسر هذه الايات. اذا اي شرف عظيم هذا. زيادة. اذا فيه رفعه منزله عائشه، تبرئتها شيء، ورفعه منزلتها بنزول القران الذي يتلى الى يوم القيامه كذلك. ها رقم 3 مما يخص عائشه وآل ابي بكر والرسول صلى الله عليه وسلم. يلا ها هو التطهير خلاص لعائشه وآل ابي بكر. ها فكروا. رفع المنزل ذكرناها. الانسان اذا ابتلي فصبر ها اجر، رفعه في الدرجات، لان هذه مصيبه. والانسان اذا اصيب بالبلاء بالمرض فصبر انما يوفى الصابرون اجرهم. لانه انت يمكن ما يكون عندك حسنات تدخلك الجنه، فياتي المرض فيرفع الله درجاتك حتى تمشي وانت ليس عليك ذنب في هذه الدنيا. ايش اللي خلاك بدون ذنوب؟ المرض. انت كاره المرض لكن تطهير. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه 3 خاصه في ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. وماذا ايضا؟ ناتي الان للفوائد العامه. يعني اول ما اشيعت هذه الفاحشه كما ذكرت سابقا ان عائشه يعني غضبت حزنت حزنا شديدا، فانزل الله عز وجل هذه الايه جبرا في خواطرها. صحيح ولا؟ ايوه جبرا، صحيح. نعم. صحيح، تبرئه لها وجبرا لخواطر الصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك الصحابه لما نزلت هذه الايات ماذا جرى لهم يا اخواني؟ ارتاحوا، كانوا كذا متوترين. يعني تخيل انت لما مثلا تروح تجلس في مجلس ولا تفتح دكانك ويجي واحد من المنافقين يقول والله اخي صراحه ما توقعناها والله يا اخي، وانت ما تبغى تسمع الكلام ده، انت متضايق. الرسول يعني اول ما متضايق لأن الرسول انت عارف انه هذا منافق الان، فكانوا متضايقين. فانزل الله جل وعلا هذه الايات. قال الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا: ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه ايش؟ من الخير. يعني بعد الابتلاء والشده ياتي الفرج. صح ولا لا؟ الصبر بعده الجبر كما يقول. الصبر بعده الجبر. احسن، ما شاء الله. طيب ايضا، طيب يلا يا عبد الله، الان كل واحد فيكم يقول فائده عامه. ماذا استفدت اليوم؟ جالس من اليوم معنا هنا اكيد استفدت. يلا وانتم اذكروا لي الفوائد يا اخواني. له يعني عظم البهتان، أو نعم. أنه عند الله عظيم الخوف في أعراض الناس. نعم، في أعراض الناس، وبالذات إذا كان رجلا يحمل العلم وله مكانة دينية، فإن الطعن في أعراض العلماء طعن إنزال لمكانتهم، وتنزيل مكانة العلماء فيه استنقاص للشريعة. صار إنسان عادي يتكلم في العلماء ويطعن في أعراضهم ويطعن، فإن الناس لا يقبلون العلم بعد ذلك ويشكون في الشريعة. هذا خطير. أيضا ممكن يا شيخ عدم الاستعجال في الحكم، كما قال الله جل وعلا: إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أيوة، يعني عدم الاستعجال، ويعني بس عدم الاستعجال وعدم يعني نقل الكلام إذا كان هو غير صحيح من باب يعني إثارة الفتنة. استدلنا من هذه الآية. انتبه، عفوا ركز وين انتبه.
انا يعني الشرح صحيح بس الايه ماني لا اذكر الايه، اذكر الفائده من غير ما تذكر الايه. طيب المقصد انه عدم نشر الفاحشه او نشر الموضوع من وانت غير متاكد يعني من اجل اثاره الفتنه. نعم. نعم. لا تنقل الاخبار السيئه ولو كنت متاكدا. انت وضعت قيد وانت غير متاكد، والجواب لا تنقل الخبر السيء، لا تكن ناقله للاخبار السيئه سواء كانت صحيحه او كانت ايه خاطئه. لا تنقل الخبر السيء ولو كان صحيحا. بعض الناس يتاكد ان الخبر صحيح وينقله. بالله ماذا؟ بالله ايش تستفيد؟ ماذا تستفيد ان فلانا وقع في هذه المعصيه؟ ماذا تستفيد حينما تعلم الناس؟ يعني هل هناك فائده؟ لذلك الناس يقلد بعضهم بعضا في هذا الموضوع، في نقل الفواحش والاخبار السيئه. يعني هم تماما في هذه الصفه مثل ماذا؟ مثل الغنم. تعرفون ليش؟ لان الغنم اذا كانت تمشي خلف الراعي وخلف يعني القائد القطيع، لو وداها الى حتفها تمشي وراه، لانها ما تدل الطريق الا بالطريقه هذه. والناس حينما يتبع بعضهم الدهماء، حينما يتبع بعضهم بعضا يكونون إمعة. ايش معنى إمعة؟ اذا احسن الناس احسننا واذا اساءوا أساء. لا، المؤمن ليس هكذا. مو تسوي زي ما يسوي الناس، انت مختلف. وهذه اكبر طامه. يعني زمان كان الناس يتلقونه بألسنتهم، اليوم كيف نتلقاه؟ بالجوالات في حساباتنا، ونسوي له ايش؟ اعاده تغريد، صح؟ ونسوي له مشاركه، صح ولا لا؟ طورنا الحين احنا، والحين مصيبتنا اكبر، اليس كذلك؟ لانك في لحظه ممكن توري كل الناس. تحدث الحادثه في اقصى بلاد الله، في ثانيه يراها من في شرق الارض، صح ولا لا؟ فلا ننشر الاخبار ولو كانت صحيحه ما دامت لا تحتوي على فائده. انتبهوا لهذه النقطه. لكن اذا كان فيها لا، اذا كان الخبر المنقول تعرف انه كذب، فيجب عليك عده امور. تظن باخيك خيرا ثم تدافع عن عرضه. سبحانك، هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، كما قال الله جل وعلا في هذه الايات: وقالوا هذا إفك مبين. تظن بنفسك الخير وتقول هذا إفك مبين. هكذا ينبغي. يلا يا عبد الله، في عندك ولا ما عندك؟ أنا عندي أنه الصبر على الابتلاءات، يعني لا يكاد إنسان يخلو من أنها يعني في هذه الدنيا يمر من ابتلاءات كثيرة. ويتذكر ما فعلته عائشة رضي الله عنها عندما صبرت فنصرها الله عز وجل، وذكرها في قرآنه الكريم إلى الممات قرآنا يتلى على الجميع. يا سلام يا سلام. ومن هذا ومن كلامك آخذ فائدة، وهي أن الإنسان لا يضيق صدره بما هو عليه الآن. كل واحد فينا، أنتم وأيضا من يستمع إلينا، كل واحد فينا عنده مشكلة يعاني منها الآن، إلا من رحم الله. الغالب أن في شيء يدور في بالك أنت ما أنت راضي عنه. أنا موجود في الشرق وأتمنى لو كنت في الغرب، أنا موجود في الغرب وأتمنى لو كنت في الشرق، أنا في هذا التخصص وأتمنى لو كنت في ذاك التخصص، أنا معي هذه الزوجة وأتمنى لو كانت الأخرى، أنا هذا زوجي وأتمنى لو ما كان هو، أنا جاني هذا الولد وأتمنى لو رزقني الله خيرا منه. كذا الإنسان دائما يرى يرى الشيء اللي ما هو موجود في يده من ضعف عقل الإنسان. ولكننا نحن ما ندري. أنت ما تدري أي الخير الذي جعله الله لك في الشيء الذي أنت فيه. ما دام أن الله قضى وقدر فإنك لا تعلم الخير الذي فيه. قال الله جل وعلا في مسألة الزوج والزوجة، قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وعاشروهن بالمعروف
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال العلماء ربما تلد له ولدا يحفظ القرآن ويصير عالم. يمكن هي ما هي عاجباك الآن، يمكن ما هي جميلة. بعض الشباب يقول لك أدور على الجميلة لما أجي أتزوج، صح ولا يا شباب؟ أيوة. طب إذا تزوج واحدة ما هي جميلة يزعل ويتنكد ويروح عند الشباب والله إني متنكد ولا ما طلعت زي ما أنا أبغى. ارضى بما قسم الله جل وعلا، هذه كتبها الله لك. شو اللي بيصير؟ يمكن يجيك منها ولد، فإذا حمدت الله يمكن يأتيك منها ولد يحفظ القرآن ويكون عالم من علماء الأمة يدخلك الجنة، صح ولا لا؟ ما دام أن الله جل وعلا قدر لك هذا، قدر الله لك أن تدرس هذا التخصص، احمد الله جل وعلا، ارضى بما قسم الله. يا أخي طفشان أنا وتقعد تنقنق وتكبر المسائل خليك متفائل. الله الذي أراد هذا الشيء. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الناس من يحب شيئا ويحرص عليه ولا يدري أن فيه حتفه وألمه ونكده فيصرفه الله عن هذا الألم يتألم أن الله لم يوفقه لهذا الشيء، أن الله أبعده. ثم بعد سنة أو سنتين يقول يا الله أنا كنت حريص أني أبغى أسوي الشيء هذا فمنعني الله جل وعلا أن أفعل هذا وكنت متنكد، لكن الآن تبين لي أن الله أراد لي خيرا. صح ولا لا؟ وهذا يحصل كثيرا وقصص يعني تروى في هذا الباب يعني. لكن نحن ضعاف. كيف ضعاف؟ نحكم بالظاهر. هذا لا ينبغي أن نحكم دائما على الظاهر، بل علينا أن نأخذ بهذه الآية لا تحسبوه شرا لكم دائما بل هو خير لكم. جاك مرض لا تحسبه شرا لك بل هو خير لك. ألم يكتبه الله؟ بلى. إذا صبرت تؤجر، ثم هو مكفر للذنوب ورافع للدرجات. إذن هذه هي القاعدة أيها الأحبة. الفائدة هذه يجب أن نضع تحتها خطوط لكثرة ما يعانيه الناس اليوم من إيش؟ من البلاء ومن الضغط النفسي ومن أنه خلاص يجعل الدنيا كأنها هذه خلاص، ولا ينظر إلى ما وراء القدر، وأنه قد يكون الله يعني كتب له رفعة في الدرجات أو رفع عنه من البلاء ما لا يعلم. هكذا المؤمن يجب دائما أن يفكر الحمد لله، يعني يرضى ويسلم، وتجلس مع من يمتثل ذلك. لا تجلس مع الذي يتسخط. في بعض الناس يا أنس دائما يتسخط، صح؟ دائما زعلان، دائما يتسخط، دائما متنكد. فإذا جلست معه تصير متفائل. إذا جلست معي أنا تصير متفائل. إيش تصير؟ متسخط مثله، صح ولا لا؟ يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ساواه أو إذا ما هو ما شاه تصير زيه. لذلك انتبه في هذه النقطة، يجب أن تكون دائما مع المتفائلين. وأحيانا والله يا إخواني هذه أنا أقولها يعني نختم بها، تجد بعض الناس عليه هموم الدنيا لكنه يضحك وينبسط حتى تظن أنه ما عليه يعني أنه يعني هذه المشاكل التي يمر بها كأنها غير صحيحة، ثم بالفعل تجد كل ما يعني لا صحيح فتستغرب. وأعرف شخصا كان يمر بظرف شديد جدا فزرته، وهذا الظرف الذي مر به آخرون، فكنت أواسيهم وأصبرهم نفس الظرف، ثم ذهبت إليه أظن أنه مثلهم فدعاني وهو فقير إلى وجبة عشاء، فقلت يرحمك الله ها رايح تجيب لي هذا؟ قال لي يا أخي كل بس لا تذكرني. أنت الحين جاي تبغاني أنبسط ولا جاي تبغاني أتنكد؟ لا والله أنا جاي وقت أنبسط. قال طيب خلاص عاد لا تذكرني. قلت له كيف؟ قال لي يا أخي هذه المشكلة أكبر مني. كيف أكبر مني؟ يعني أنا ما أحيط بها،
لا أنا اللي جبتها ولا أنا الذي أرفعها. إن جعلت نفسي أفكر فيها قتلني الهم. فلذلك يا أبا ريان ذق من هذا الطعام وعبي بطنك وخلينا في الزين. يعني هو يعالج عشان ما يفكر. ولكن بعض الناس ما يستطيع يسوي كذا، يقعد يعيد ويزيد ويعيد ويزيد. وهل إذا عاد وزاد تنحل المشكلة؟ يزول القدر؟ ما فيها، خلاص. كما قال شيخنا الشيخ ياسر المحميد نقلا عن شيخنا ابن عثيمين يقول: إما أن ترضى رضا الكرام، تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. إيش هو سلو البهائم؟ البهيمة تشوف ولدها أكله الأسد، تناظر كذا ثم تنسى وتروح وتجيب غيره، ولا هذه سلو البهائم هذا. فإما يكون بأجر، وإما حاصل هو خلاص في النهاية شيء حصل يعني. لكن أنت حاول تمرن قلبك، تحتاج إلى تمرين. ما هو سهل الكلام اللي أقوله هذا، أنا يحتاج إلى تمرين ويحتاج إلى أنه يتفكر الإنسان وما يكبر الموضوع. وأنت عبد الله ولست الله. كذا واحد يقول أنا عبد الله ولست الله. الله هو الذي بيده مقادير كل شيء، هو الذي يدبر الأمر ويفصل الآيات، ولست أنا الذي أدبر الكون. فإذا أنا عبد الله ولست الله. أنت مخلوق ولست الخالق. ولذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال لذلك الطالب الذي سافر إلى أمريكا يزور صديقه أو قريبه وقد كان مصابا بمرض السرطان، فلما عاد من أمريكا، هذا الكلام زمان يعني قبل الجوالات وكذا، قال له الشيخ: وش أخبار خويك؟ قال: والله تعبان وتنكد. فقال له: قل له يقول لك محمد بن عثيمين، قل له يقول لك محمد بن عثيمين، لأن الشيخ ما يقول الشيخ ابن عثيمين، ما يقول كذا. هذه ممكن يسويها يعني واحد زي كذا، أما ابن عثيمين ما يسويها الشيخ. قال إيه؟ قل له يقول محمد بن عثيمين: إنك ملك لله، كلنا عبيد وملك لله، يتصرف بنا كيف شاء. إيش؟ يتصرف بنا كيف شاء، كما تتصرف أنت بما تملك. لو عندك جوال وبعته، هل يلومك أحد؟ ما يلومك أحد. فالله يتصرف بنا كيف شاء. يقول: فأبلغته ذلك الكلام، كان مريض وتعبان نفسيا، يقول: فشفاني الله بكلمة الشيخ، والله نفسيا رجعت طيب. أكمل لكم القصة ولا أوقف عليها؟ أكمل القصة، أقول لكم إيش صار بعدها. الذي حصل أن هذا الرجل المصاب بمرض السرطان شفاه الله ورجع طبيعي، وإلى يوم الناس هذا حي يرزق. الشيخ ابن عثيمين صاحب الرسالة، صاحب النصيحة، أصيب بعدها بسنة بمرض السرطان ومات. يعني المنصوح عاش وشفي، والناصح أصيب بنفس المرض وتوفاه الله جل وعلا. فإذا كان المرض يجلب الموت لمات الأول، لأن الشيخ لم يكن مريضا آنذاك. فلا المرض يعني يدني الموت، ولا الصحة تدفعه، ولا المصيبة بتخليك فاشل، ولا النجاح بيخليك ناجح. ما في، هذه أقدار من عند الله جل وعلا. لذلك الإنسان إذا أصيب، إذا جاءته نعمة يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابته السيئة يقول: الحمد لله على كل حال، له الحمد في الأولى والآخرة. يعلق قلبه بالله: يا الله أنا عبد من عبادك، أنت خلقتني، يا رب اشفني، يا رب اجرني، يا رب صبرني إذا ابتليتني، يا رب ارفع عني، يا رب. هكذا. ويتفاعل الإنسان وينظر وين يا إخواني؟ متى بنرتاح؟ في الجنة. اليوم أنا عايش فقير، أيوة، بس هناك فين مكانتي يوم القيامة؟ فين؟ لأنه هناك الربح. لا تناظرون أهل الدنيا يا شباب، لا تناظرون أهل الدنيا. واحد راكب له سيارة فيراري كذا وماشي، وتقول: يا ليتني مثله. هذا اللاعب ياخذ مدري كم، حتى رقم ما قد عمري قريته. فهمت علي؟ هذول تعلق قلبك بالدنيا، تجيك الحسرة والندامة. لكن هذا ربنا سبحانه وتعالى ايش قال؟ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله جل وعلا ما وعد المؤمنين في الدنيا بأن يبسط لهم النعم، ما وعدهم. وعدهم فين؟ في الجنة. إذا جاءت الجنة هناك
هناك الإنسان إذا ما دخل الجنة هذه هي المصيبة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه الخسارة العظمى. أما في الدنيا ما تلاقي فلوس، ما تلاقي تخصص ممتاز وجامعة، تتأخر في الزواج، تصاب في هذه ستنتهي. لأن الموضوع كله هو عمرك، كم حتعيش؟ 50 60 70 80 100 سنة، هذه قصيرة جدا في عمر الكون، ولا شيء. تمام. فإذا الإنسان يجب يا إخواني أن يعظم رجاءه في الله سبحانه وتعالى، وأن يقبل يعني ما ابتلاه الله جل وعلا به، ويرضى ويسلم، ويعلم أن الخير فيما اختاره الله جل وعلا. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وأعيننا وأبصارنا، وأن يحفظ أعراضنا وأعراض إخواننا. وإذا كانت هذه الآيات نزلت على صحابة رسول الله وهم أطهر الخلق وأطهر جيل، ولم تكن في تلك الأيام وسائل نشر وإذاعة الفحشاء، ما كانت موجودة، فهذه الآيات نحن أولى بها. ليش؟ لاشتداد الحاجة إلى التأدب بآداب القرآن، وذلك لكثرة الفتن والمعاصي وأسباب الانحراف في هذا الزمان. وضحت يعني هذه الآية. عشان كده نقول نحن سورة النور سورة عظيمة، لازم نعلمها أبنائنا وبناتنا وجيراننا، نقول لهم شوفوا القرآن، لأنها تعدل مفاهيم. احنا الآن ماشيين عكس هذا المجتمع، ماشي عكس سورة النور. تتعجب يعني كيف نقراها. عشان كده نقول لابد الإنسان يتدبر القرآن، مو يقعد يقرأ القرآن ويهز راسه مو داري. أنت قاعد تخالف القرآن، وين تطبيق العمل بالعلم؟ شوف الآيات إيش تقول. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأنا في اللحظات الأخيرة صرت ما أركز في التعليقات، لا أدري إذا كانت هناك أسئلة أو كانت هناك استفسارات، لكن ما شاء الله لا أجد إلا فوائد جميلة. من أراد أن يستفيد منها أيها الأحبة يرجع إلى البث على قناة معهد العلامة ابن عثيمين في اليوتيوب نعم، ويستطيع أن ينتفع من هذه التعليقات. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإن شاء الله تعالى الدرس القادم كما بدأنا اليوم الساعة 8:45 بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، تختفي التعليقات بعد البث؟ لا، التعليقات بعد البث مباشرة ما تكون موجودة، ولكن انتظروها بعد يوم. أنا ألاحظ أن اليوتيوب ما ينشر التعليقات مباشرة، لا أدري لماذا، لكنها موجودة. نعم، يوجد دورة في كتاب الحج، نعم لدينا يمكن الأسبوع القادم أو بعده سيكون لدينا قراءة في حديث جابر، شرح حديث جابر من كتاب شيخنا رحمة الله عليه. شيخنا رحمه الله تعالى شرح حديث جابر شرحا ممتازا، سوف نقرأه إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال، التعليقات ما تظهر معاكم؟ اللي يدخل على الدرس الأول ما يشوف التعليقات إلا من الغد. تمام، هذا تظهر، لأني أنا ألاحظ بالفعل أنا أدخل فما أجد التعليقات إلا بعد 24 ساعة هكذا. أنا ما أوقفنا خاصية نشر التعليقات، توجد عندنا طبعا خاصية نستطيع نوقفها، لكننا ما أوقفناها. نعم، الحمد لله رب العالمين. الله يجزاكم الخير، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.